معانا النهارده قصة نجاح، قصة كفاح، أسطورة المعسل تفاح، أحمد البحراوي القهوجي. البحراوي يا جماعة كان راجل شغال هنا في القهوة الصنايعي لحد ما بفضل الله ثم التبس قدر إن هو يمتلك القهوة اللي إحنا قاعدين فيها دي. قول لي يا بحراوي، إزاي جالك فكرة إن أنت تشتري القهوة؟ والله بفضل ربنا وفضل دعاء والدتي وتشجيعها ودعمها ليا، فضل التسقيف اللي حواليا قدرت ان انا اشتري القهوه دي. طب انت ليه خدت ان اللي حواليك بيشجعوك وبيدعموك او ان هم بيسقفوا لك كنوع من التشجيع، مش ان حد عايز يغير ولع مثلا؟ حتى لو حد كان عايز يغير ولع انا كنت باخد ده على ان هو دعم وتشجيع وحافز ان انا اشتري القهوه دي. احمد البحراوي القهوجي. قول لي يا بحراوي، اول قرار خدته اول ما اشتريت القهوه؟ طلبت الصناعيه. طلبت الصناعيه. يعني اللي بيوصل فعلا بيدوس على الناس. ان شاء الله. طلبت الصناعيه. انت ليه طلبت الصناعيه صحيح؟ عشان انا فاهم لعبهم وفاهم عوراتهم وكده فطلبتهم. عشان كنت زيهم. يا دي حلاوه اللي يبدا صغير. بيبقى فاهم الدنيا. بيشرب الصنعه. بيشرب حرفيا الصنعه. بيشرب الصنعه. جميل بحراوي، احمد البحراوي القهوجي. طيب قول لي يا بحراوي، بعد ما طردت الصناعيه عملت ايه بقى بعدها؟ غيرت اسم ده. كانت ايه بقى؟ كانت اسمها ليالي الزهراء وخليت اسمها ستار بحر. ستار بحر. يعني انت غيرت اسم الاول ستار بحر. هل دي رساله احمد البحراوي بيطلقها من طبعا. طبعا دي رساله. ايه الرساله؟ الرساله الناس بتروح في ستاربكس بيشربوا القهوه ب 170 جنيه، انا هنا ببيع بشتري الطن ب 150 جنيه. طن ب 150؟ ده بن براجيل. من البراجيل. بكام عندك بقى القهوه يا بحراوي؟ ب 10. القهوه هنا يا جماعه حرفيا ب 10، مش ب 10 جنيه، لا ب 10 من امثالها، لان البن بيبقى واصل لك لحد هنا كده. انت لو ليك طول في القهوه يبقى بحراوي بيحبك، صح كده؟ صح. احمد بحراوي القهوجي يا جماعه. طيب قول لي يا بحراوي، عندك مشاريب ايه تاني غير القهوه؟ سحلب. كام السحلب عندك؟ ب 10 برضه. السحلب هنا ب 10 حرفيا. عندك مشاريب ايه تاني غير القهوه والسحلب؟ سيبك من السخن بقى. عندي مشاريب ساعه، عندي ابيض عندي اسود. ايه ابيض واسود؟ مشاريب قديمه مغات وكده؟ لا 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 لا، ابيض واسود ده كنز، الابيض ده السيفن والاسود ده البيبسي. طب وصلت كام الكنزايه عندك؟ 15. 15 الكنزايه اللي يا نهار اسود، احنا في ايام صودا. قوم ناخد جوز. دي بقى الاوبن اريا اللي انت حضرتك عنها. عشان خاطر الزبون يشم هوا نضيف. الزبون يشم هوا نضيف هنا. فين الزبون يا بحراوي؟ لا من هنا بربي الزبون. انت بتربيه بجد؟ بربيه 10 على القهوه. الا صح كده؟ بربي الزبون. انا البحراوي القهوجي يا جماعه. طيب بحراوي، جات لك ازاي اصلا فكره ان انت تفتح في الصحراء؟ والله انا كنت قاعد في يوم قدام التلفزيون فجي قدامي فيلم بتاع الاستاذ احمد حلمي مطب صناعي، فكان في مشهد في الفيلم موجود يعني بيقول هو في حد مجنون هيزرع الصحراء. انا قلت في حد مجنون هيعيش في الصحراء. قمت فاتح في الصحراء. يعني انت اتفرجت على الفيلم مين مجنون هذا وقمت انت فاتح في الصحراء؟ عشان احمد حلمي. طب انت لو اتفرجت على ابراهيم الابيض؟ هفتح في الصحراء برضه انت الموضوع عند بقى. مش احمد حلمي ولا الفيلم. احمد البحراوي يا جماعه. اختبر النظافه يا جماعه، نظافه القهوه ونظافه الصناعيه. زي ما انتم شايفين يا جماعه القهوه النظيفه بتبان من الصنايعي النظيف. الراجل كان ساب الشيفت وبيستحمى. انا اهم حاجه عندنا النظافه. اهم حاجه النظافه. احمد البحراوي يا جماعه ان شاء الله هنعمل له منشن. انت عندك بيدج على الفيسبوك؟ عندي قناه على اليوتيوب. انا على 4 مشتركين. 4 مشتركين تنزل عليه مشاريب. احمد بحراوي يا جماعه. ان شاء الله نسيب لكم العنوان. زهراء مدينه نصر، شارع 6 اكتوبر، قهوه ستار بحر. شكرا يا بحراوي. شكرا.